Hello everyone. Today we will learn a new science word. It's adaptation. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الادابتيشن. خلينا قبل ما نقول يعني ايه adaptation أسألك أسئلة تفكر فيها كويس جدا وتشوف ايه معلوماتك عن الموضوع ده. Have you ever asked yourself how does a camel live in the hot desert؟ عمرك سألت نفسك ليه الجمل يقدر يعيش في الصحراء ويتحمل درجة الحرارة العالية؟ Yes. Think about it. ممكن تفكر شوية and guess the answer وخمن الإجابة. Alright. I am sure you have some smart answer. أنا متأكدة إن أنت عندك إجابات كويسة. Let's see if you are right in question number one. خلينا نشوف كده إجابتك صح وإيه معلوماتك عن question number one. هنا بيقول لي الكامل can live in the hot desert. يقدر يعيش في درجة الحرارة العالية وده بسبب because it has special body parts. وده بيرجع للspecial body parts للستراكشر بتاع الجسم بتاعه لتركيب جسمه. ايه هو مثلا؟ انا هبص للشكل الخارجي بتاعه. It has big feet. عنده big feet. طيب ودي بتساعده على ايه؟ big feet. خلينا نشوف شكلها من قريب. دي شكل البيك فيت بتاعته. دي بتساعده ان هو to walk on the sand. ان هو يقدر يمشي على الساند. عنده كمان long eyelashes. عنده long eyelashes. عنده رموش طويلة جدا. ادي شكل الرموش بتاعته. بتكون كبيرة جدا وطويلة جدا ودي بتساعده ان هي protect its eyes. بتحمي عينه. اول لما تيجي الساند او الويند الرياح الشديدة دي وهي جاية بتبقى شايلة رملة. الرملة دي لما بتيجي تقرب منه هو بيقفل الاي لاشز. الشعر الطويل اللي عنده ده بيقفل على عينه علشان protect its eyes يحمي عينيه. تمام. طيب أسألك كمان سؤال يمكن يبقى عندك إن شاء الله معلومات شوية عنه. How can penguin stay on the ice for a long time without feeling cold؟ ازاي البينجوين يقدر يقف فترة طويلة على الايس without feeling cold بدون ما يحس بأي برودة؟ think about it. ممكن تفكر شوية. think carefully. yes, because it has thick layer of fat. هو عنده thick layer of fat. خليني اوريك شكلها. دي شكل thick layer of fat. شكل الفات تحت الجلد بتاعه بالظبط في thick layer of fat. طيب دي بتساعده على ايه؟ ان هو keep it warm. بتخليه warm دافئ دافيان دايما. طيب وايه كمان ممكن يساعده؟ special feathers. special feathers وده هناخده كمان شوية توضيح اكتر. ده اللي special feathers. شايفين هو كتير قد ايه dense feathers يعني كمية كتيرة جدا من الفيزرز. دي بتساعد جسمه to keep it warm. It's adaptation. It's adaptation. ده معنى الادابتيشن. ان احنا بنركز في تركيب الجسم بتاع الانيمال او البلانت. الاستراكشر بتاعت البودي بتاعته تركيب جسمه
وبنشوف كمان الهابيتات بتاعته عشان نقدر نحكم هو بيعمل ادابتيشن عكس ايه او ضد ايه. طيب نرجع هنا للمعاصر، بنشرح من المعاصر. أول حاجة هنا there are many factors that affect the life of living organisms. يعني ايه living organisms؟ مين يقول؟ living organisms are things that are alive. حاجات بتكون حية، كائنات حية موجودة، يعني فيها حياة. مين يقول أو يعرف يعني إيه هي needs of living organisms؟ احتياجات الكائنات الحية إيه؟ Yes, air, water, food, shelter, and safe place, and right temperature to live. هو محتاج، الكائن الحي ده محتاج للهواء air to breathe، هواء ليتنفس، water to drink، food to eat، shelter to safe to be safe، right temperature to live علشان يقدر يعيش. تكون right يعني ما تكونش hot ولا تكون cold، ما تكونش درجة حرارة عالية ولا درجة برودة عالية. يبقى living organisms زي مثلا مين؟ الهيومن، human plants animals what can breathe can reproduce can grow. واحتياجاتهم طبعا اللي هي النيدز بتاعتهم زي ما شفنا الووتر شيلتر فود اير، محتاجين حاجات كتيرة جدا. ولايك الأمثلة عليهم نقول تاني human plants and animal، كل دي بتكون living organisms زي ما شايفين هنا كده الفرق ما بين الليفنج والنون living. animal والplants دول living organisms. طيب هنا أكيد الكائنات الحية دي أو living organisms هتقابلها factors أو problems، مشكلات هتواجهها في البيئة بتاعتها. ايه المشكلات اللي ممكن تؤثر على حياة او بقاء الكائنات الحية ان هي تفضل عايشة؟ ايه اللي ممكن يأثر عليها؟ hot and cold temperature، درجة الحرارة العالية او المنخفضة. كمان الاماونت اوف ووتر، المية بتاعت الكمية بتاعت المية، whether the amount of water is small or large، سواء كانت الكمية دي كانت بتاعت المية small كمية قليلة أو كمية كتيرة، ده بيؤثر على بقاء الكائنات الحية، على ال life of living organisms. availability of food، وتوافر أو وجود الغذاء نفسه، هل هو موجود أو لأ؟ و availability of shelter، هل موجود shelter ولا لأ؟ ده كل دي مشكلات بتواجه الكائنات الحية، او ممكن تهدد البقاء بتاعها. يعني ممكن لو كمية المية كتيرة جدا ويحصل فلود فيضان، فده بيؤثر على حياة الكائنات الحية وممكن تموت. فهنا بيقولي over time animals and plants adapt. خلينا نقول ان البلانتس والانيمالز بيحاولوا يعملوا adaptation. طيب ايه الهدف؟ the goal of adaptation، ايه هدف الادابتيشن؟ هدفه ايه؟ ليه البلانتس والانيمالز بيعملوا adaptation؟ ده بيساعدهم to help them find food to eat، ساعدهم ان هم يلاقوا الاكل عشان ياكلوا، والwater to drink، air to breathe، and stay safe، ويفضلوا في امان and stay alive، ويفضلوا على قيد الحياة. تمام. بيديني example على
الانيمال اللي بتعمل adaptation. for example مثلا camel. بيكلمني عن الكاملز body. الجسم بتاع الكاملز is covered with a special hairy skin. هنا بيكلمني عن جسم الجمل ان هو مغطى او ليه تركيب خاص اسمه hairy skin. الجسم بتاعه weathery. covered with hairy skin. weathery يعني واخد الشكل ده. خلينا نشوفه. واخد الشكل ده كده معاك من قريب كده، طالع زي شعر كده، بيسموه وبر. hairy skin. جلد ومغطى بالشعر. تمام كده. ده فايدته ايه او ليه؟ why is its body structured or designed that way؟ ليه الجسم بتاع الكامل هنا ليه بسأل ان الجمل ليه ربنا خلقه كده؟ why is its body built like that؟ ليه اتخلق جسمه مغطى covered with special hairy skin؟ لما يجي لي السؤال ده give reason هقول له to protect it from the hot weather in desert. علشان يقدر يحميه من المناخ الحار. طيب ده for example على الانيمال. لما ندي for example على البلانتس زي palm trees. البالم تريز طبعا عندها في الاستراكشر بتاعها حاجات كتيرة جدا، منها المميز فيها وبيساعدها ان هي تعمل adaptation have strong trunk. ايه هو السترونج trunk؟ يعني stem، الجزء ده كده strong stem. خلينا نعرف الأول ايه هي البارتس اوف بلانت عشان نقدر نحدد ايه هو الستم او الترانك. ده الجزء بتاع الستم او الترانك. روت، والروت ده بيكون موجود under the soil، تحت التربة. بعد كده الستم، وده الجزء اللي بيبقى شايل الليف، الورقة، أو الليفز الأوراق، والفروت and flower. ده كده البارتس اوف بلانت. تمام، نرجع تاني. البالم تري هاف سترونج ترانك. عرفنا ايه هو الترانك؟ اللي هو الستم، الجزء بتاع الستم اللي بيبقى شايل بقى اللي هو الليفز والفروت والفلاورز. الستم stem or trunk. هي عندها strong trunk، وده بيساعدها help the resist the strong wind in the desert. ده بيساعدها ان هي تقاوم الرياح الشديدة اللي ممكن تقابلها في الديزرت، زي ما احنا شايفين كده. strong trunk بيساعدها او ان هي تقاوم ال- الرياح. تمام كده، او شدة الرياح. الجزء اللي بعد كده بيتكلم معانا عن البات. اول حاجة كده، علشان اقدر اتكلم عن اي كائن، اول حاجة لازم اعرف البودي ستراكشر بتاعه، تركيب الجسم بتاعه، وايه البيئة الهابيتات اللي بيعيش فيها زي ما قلنا. تمام. هنا اول حاجة البودي ستراكشر او البودي بارتس بتاعته. هو عنده ويك وينجز، ده البات، وعنده ويك ليجز، كمان feed on insects. والبات is nocturnal animal. يعني ايه nocturnal animal؟ what is the meaning of nocturnal animal؟ is active at night. كل حاجة من دول هتقول لنا weak wings and weak legs. ده خليته يعمل adaptation، ان الحاجة دي ضعيفة عنده فبيحاول ان هو يعمل adaptation عشان يقدر يعيش. طبعا هنا البات هو بيطير شبه البيردز بالظبط.
اول معلومة لازم اعرفها: why bat hang upside down؟ للاسباب اللي احنا قلناها: weak legs, weak wings, take off from hanging position. الوضع ده بيكون مريح ليه في وضع الطيران. more safety and الليجز بتاعته ضعيفة. their legs aren't made for standing or walking. مش بتساعده ان هو يقدر يقف عليها او يعمل walking او يمشي بيها. عمرنا طبعا ما شفنا بات بيمشي على الارض او على الفروع، حتى على البرانش. their legs muscles، العضلات بتاعته، الماسلز بتاعته اللي انت شايفها هنا دي، او very weak، ضعيفة جدا. الماسلز بتاعته very weak. but they have special tendons. يعني رغم ان الماسلز دي ضعيفة، ان هو عنده special tendon، اوتار. tendon يعني وتر. ويعمل lock that look when they hang، ويعمل upside down بالشكل ده. لما يجي يمسك في البرانش، التندن ده يعرف يعمل لوك، يقفل، فتلاقيه ماسك جامد جدا في البرانش. لكن لو حاولت ان انت توقف البات ده وتمسكه كده بايدك، عمر الليج بتاعته ما هتعمل لوك، ولا المصل ولا التندن دي هتساعده ان هو يعمل لوك. هو ربنا خلقه كده. وضع الابسايد داون ده بيكون more safety and nature resting posture، يعني ان هو ده وضع مريح بالنسبة له. تمام كده؟ يبقى عرفنا ان هو بتكون ضعيفة وبتعمل لوك في الوضع ده، بتقفل في الوضع ده. لما تيجي انت تمسك بالقلم، بتعرف تمسكه وتتحكم فيه بسبب الماسلز بتاعتك او قوة العضلات بتاعتك. هو عنده هنا الماسل بتاعته بتكون very weak، ضعيفة. لكن علشان التركيب بتاع جسمه يساعده، ربنا خلاله سبيشال تندن يقدر يعمل لوك بيها على البرانش، يقفل فيقدر يمسك فيها ويعمل وضع الابسايد داون. كمان تيك اوف فروم هانجينج بوزيشن، هو في الوضع ده بيساعده على الطيران جدا. يعني هو can't start flying from the ground، ما يقدرش يبدأ بسهولة ان هو يطير من على الارض. لكن الوضع ده يساعده ان هو يطير. ازاي؟ بيعمل لنفسه، بيستخدم الجرافيتي، يوز جرافيتي، ان هو يسيب رجله دي تفتح ويقع. يقع كده، اول لما يقع يبدأ بقى ستارت ايه؟ فلاينج، يبدأ بالطيران. بعد كده ايه؟ يفرد اجنحته ويساعد نفسه ان هو يطير. كمان ان هو يتعلق او يكون موجود في اماكن عالية زي الكيفز او الكراكس او الهانجنج هاي. دي protect them from predators، دي بتحميه من الايه؟ من المخاطر او الحاجات المفترسة اللي ممكن تاكله. ودي المعلومات اللي احنا مفروض نعرفها عن البات. وده شكل للبات وهو عامل ابسايد داون. ده شكل اللي هو الوينج، ويك وينج بتاعته. هي رقيقة قوي ورفيعة قوي. الوينج بتاعته دي الفينجرز بتاعته، ودي الوينج الجناح بتاعه. بيكون رقيق جدا، يعتبر شبه الفويل اللي بتكون موجودة في الجوس، العصير بتاعنا لما بنروح نشتري جوس، بيكون مغطى بكفرد كده with فويل، ليد فويل. فويل رقيقة قوي، لما تيجي تحط الشاليمو فيها، الشاليمو يقدر يعدي منها بسهولة ونشرب العصير بتاعنا. هي دي رقيقة للدرجة دي، عشان كده هو ضعيف، مش بيساعد البات ان هو يطير. ده شكل تاني للبات وهو برضو عامل هانجنج upside داون كمان. ودي المعلومات اللي احنا المفروض نبقى عارفينها. واهم كلمة طبعا ان هو nocturnal animals is nocturnal animals. يعني ايه nocturnal؟ يعني active at night، نشيط بس بالليل مش بالنهار. طيب feed on insects، خليني اقول لك معلومة ان هو بيتغذى على الحشرات، مش الحشرات العادية، الحشرات اللي بتضر بالايه؟ بالاجريكالتشرال لاندز، اللي هي الاراضي الزراعية. هو بيتغذى عليها، وبالتالي هو بيعتبر مفيد للإنسان. وجوده بيفيد الإنسان وبيفيد النظام البيئي. يلا بينا نشوف اللي بعد كده. lesson 1:
how star the agama lizard and palm tree and human how protect its themselves. ازاي هم بيحموا نفسهم from extreme hot climate. extreme بمعنى very very hot يعني حرارة شديدة جدا. نمبر 1 الستار ده اجما ليزرد، خلينا نشوف شكلها الأول. دي شكل الستار ده اجما ليزرد، وده شكل تاني ليها هنا وهي اندر روك. خلينا اوريك شكل ليها في لو لقيناها بالشكل الملون ده الاجما ليزرد. الشكل ده هي الوانها ما بتبقاش كتيره، ممكن تبقى purple red blue، واخده الثلاث الوان دول. تمام كده. تمام، ده الشكل اللي هو اللي بيكون ملون ليها، وده بيكون ملون اثناء التزاوج، بس بيكون الميل منها هو اللي بياخد الشكل الملون ده. دي الاجما ليزرد. تمام. هي بتحمي نفسها ازاي from the hot desert؟ by finding shaded area، ان هي بتدور على مكان ظل زي ما شفنا هنا كده. الشيدد اريا زي ما شفناها هنا، بتدور على مكان كده ظل under the rock، تحت الصخور او تحت الصخر او تحت الاحجار. بتحاول ان هي تلاقي مكان ظل علشان تحمي نفسها from the hot climate. تمام. to keep its body cool، علشان تخلي جسمها دايما يكون cool مش حران علشان ما تموتش. تمام كده، لان الحرارة الشديدة دي ممكن تموتها. طيب البالم ليفز، البالم ليفز الورقة بتاعت النخلة مش بتبقى واخدة الشكل ده اللي هو السنجل ليف، يعني ورقة واحدة كده كاملة، لا، بيكون واخدة has a special structure، يعني هي ليها تركيب خاص. it isn't single leaf، هي مش single leaf زي كده، يعني مش ورقة كاملة شبه كده، لا، هي بتبقى زي كأنها متقسمة made of many small parts، كأنها متكونة من كذا جزء. ال الأجزاء اللي انت شايفها كأنها متقطعة كده، دي اسمها ليفلتس، يعني وريقات صغيرة. يعني دي كلها ورقة كاملة بس متقسمة divided into leaflets، يعني وريقات صغيرة. تمام كده. ده بيساعدها على حاجات كتيرة جدا ان هي تعمل ادابتيشن بيها، وكمان ان هي واكسي لاير، يعني ان هي متغطية بالواكسي لاير، طبقة شمعية. احنا لو بصينا على الورقة وركزنا فيها، الورقة بتاعت النخيل وشفناها في الحقيقة، هتلاقي عليها طبقة شمعية بتلمع كده، وده بيساعدها ان هي protect itself، ان هي تحمي نفسها from hot climate. يبقى انا عندي ستار ده اجما ليزرد بتحمي نفسها by finding shaded area، وده بيساعدها ان هي keep its body cool. البالم ليفز بالواكسي لاير علشان تحمي نفسها برضو من الهوت كلايمت. طب الهيومن بيعمل ايه؟ adaptation. from the previous living organisms، من الأمثلة اللي احنا خدناها الستارد اجما ليزرد والبالم ليفز والهيومن والكامل والحاجات اللي احنا شفناها دي كلها، هنعرف من خلالها التعريف بتاع الادابتيشن. لأن كل تصرف أو behavior شفته أو كل structure انت شفته بيساعد الانيمال أو البلانت ان هو يعمل adaptation أو يحمي نفسه، ده معناه adaptation. it's adaptation. يعني ايه بقى adaptation؟ they are characteristics، يعني ممكن نشيل كلمة characteristics لو هتضايقك ونكتب traits، دي صفات أو خصائص that help living organisms to survive and reproduce. كلمة reproduce هنا بمعنى have a baby، يعني أنا هنا دي صفات بتساعدني أو بتساعد كل الكائنات الحية عامة إن احنا نفضل على قيد الحياة ونكمل ونعيش. and have a baby reproduce in the ecosystem. يعني ايه ecosystem؟ ودي مهمة. ecosystem is an area in which living organisms and non-living organisms interact، والمهم فيها كلمة كمان interact. ecosystem يعني في living organisms و non-living organisms عايشين مع بعض، ومش بس عايشين مع بعض، ده بيحصل ما بينهم interaction. يعني ايه interaction؟
يعني act upon each other or to affect and be affected by something or someone. هنا يعني معناه ان الكائنات الحية مش بس عايشة مع بعضها، لا ده بيؤثروا على بعض، بيتأثروا ببعض وبيؤثروا على بعض. انا بتأثر ممكن بشيء او بشخص معين، او الانيمال بيتأثر بانيمال. تمام كده. animal interact with their environment to find food. ده example على معنى كلمة ecosystem، ان الانيمال بيقدر يعمل interact مع البيئة بتاعته علشان يلاقي الفود. هنا بيقول الادابتيشن occur over many generation، ان الادابتيشن يقدر يعمل بيحصل occur يعني بيحصل over many generation على مدار الجنريشن اللي هي الأجيال. يعني ايه generation؟ المينينج بتاعه is all people born around the same time. بيقول لي هنا ان ده معناه ان كل الناس اللي عايشة اللي اتولدت في نفس التوقيت دول اسمهم same generation. دول بيتسموا same generation يعني نفس الجيل. but your parent، ولكن البيرنت بتاعتك بابا وماما from older generation، من جيل أقدم. ليه؟ لأن هما اتولدوا مع بعض في نفس الجيل، يبقى هما same generation يعني people born around the same time، ناس اتولدت في نفس التوقيت. بعد كده هنتكلم عن البينجوين، وبيقول لي هنا you can stand on ice in bare feet for about 5 minutes. طبعا انا ما اقدرش اقف على الايس for about 5 minutes. ده X falls طبعا because they lose the feeling. انا هفقد الاحساس اصلا after only 2 minutes. بعد 2 minutes بالظبط انا هفقد الاحساس بتاع الورم، الدفيان بتاعي، وهحس بالايه feeling freezing، احس بالكولد او التجمد. ما اقدرش اتحمل ان انا اقف فترة طويلة كده على الايس. لكن على العكس بقى البينجوين can walk on ice for a long period of time. That's true. هنعرف ليه وازاي بيعمل كده البينجوين. طبعا هنركز في تركيب جسمه. هنلاقي ان البينجوين لما يقدر يقف فترات طويلة على الايس اكيد لازم نركز في تركيب الجسم بتاعه. بص الاستراكشر بتاعت البودي بتاعته، هو عنده فات، دهون، فات طبقة كبيرة جدا من الدهون، thick layer of fat. يعني قبل الماسل كده في هنا سكين جلد اهو، بعد السكين في فات، بعد الفات في ماسل، في اللي هو الطبقة بتاعت العضلات او اللحم. بس قبلها في فات، وده بيحميها من الاكستريم كولد كلايمت، من البرد الشديد ده. خلاص احنا عرفنا ان هو في تركيب جسمه فيه فات، وفي كمان دنس فيذر، ريش كتير جدا. وده بيحميه ان الكولد كلايمت او الهواء البارد ده ما يدخلش كده ويعدي، لان فيه هنا ريش كتير جدا يقدر يحميه. وهنعرف حاجات تانية كمان. بيقول لي هنا ان الكلايمت is considered one reason for adaptation of many living organisms over generation. الكلايمت ده واحد من الاسباب اللي بتخلي الكائنات الحية ان هي تعمل اصلا adaptation. طيب والادابتيشن ده بيساعدني تو سرفايف، او بيساعد البينجوين هنا ان هو سرفايف ان كولد كلايمت او كولد انفايرمنت، في البيئه القطبيه بتاعته. unlike، على عكس most birds. يعني اصلا البينجوين ده بيرد، ولكن هو can't fly ما يقدرش يطير، يعني non flying bird، هو طائر بس مش بيطير. they can stand on ice all day. طيب نعرف الهابيتات بتاعته. خلينا نعرف معلومات الاول. ايه الهابيتات بتاعته؟ بينجوين ليفن يعيش فين؟ in Antarctica. Antarctica. Antarctica.
أنتاركتيكا. ده نطقها. والأنتاركتيكا أنا بخطف السي شوية، دي بخطفها. ده بيعتبر is one of the coldest places on the earth. ده واحد من أبرد الأماكن اللي موجودة على سطح الأرض. أنتاركتيكا live in polar climate. polar climate يعني very very cold. very cold climate. very cold climate. منطقة الأنتاركتيكا دي واحدة من أبرد الأماكن اللي موجودة على سطح الأرض. يعني إيه habitat أصلا؟ The environment where living organisms live in. الفرق ما بين الهابيتات والإيكو سيستم. الإيكو سيستم إحنا عرفنا خلاص living plus non-living وبيحصل ما بينهم interaction. لكن الهابيتات دي environment where living organisms live. اللي بيعيش فيها المكان اللي هو عايش فيه. زي مثلا الفروج بيعيش في البوند. انما لو انا هدي اكزامبلز على الايكو سيستم زي الفورستس مثلا. تمام. الفورستس دي هي از ايكو سيستم، فيها طبعا animals، فيها tree، فيها sunlight soil water all working together، كله بيعمل interaction مع بعض. لكن habitat مكان انا بعيش فيه. تمام كده. طيب يعني ايه polar؟ يعني very cold climate that has snow ice freezing temperature. درجة البرودة هناك بتكون عالية جدا. و very cold climate. خلاص عرفنا الهابيتات، خلينا نعرف كمان البودي بتاعه. هو عنده البودي بتاعه is covered with dense feather، زي ما شفنا كده الدنس feather. ادي اهي. الدنس feathers دي بتساعده with thick layer of fat. شفناها thick layer of fat اللي هي هنا المنطقة اللي لونها يلو شوية دي بتساعده ان هو keep its body warm، ان هو يبقى دافيان مش حاسس بالجو البرد اللي حواليه ده. وكمان الفيت بتاعته برغم ان هي have no feather لانه مش حاسس بالبرد. ايه اللي بيساعده على كده؟ حاجة اسمها البلاد فيزلز in penguin weave around. بيحصل ان البلاد فيزلز واخدة شكل الويف around. هنعرف ده اكتر. الاول البلاد فيزلز دي is like tube، يعني هي شبه التيوب كده اللي هو الشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده. بلاد فيزلز دي واخده شكل التيوب، شكل الانبوبه اللي بيبقى موجود فيها بلاد، بيمشي فيها كده بلاد او كاري بلاد. تمام كده. دي شكل البلاد فيزلز. بس هي ليها ستراكشر معين او سبيشال ستراكشر موجود في البينجوين. ايه اللي بيحصل؟ why don't penguin why don't penguins feet freeze؟ ليه القدم بتاعت البنجوين وهو واقف على الايس مش بيحصل فريز؟ ليه مش بيتجمد؟ ده بسبب، قال لي هنا اهو السبب بتاعه due to. الإجابة بتاعتي اهي due to the way of moving the blood in blood vessels. بيقول لي النتيجة لحركة الدم في البلاد فيزلز اللي موجودة في الليج بتاعت البنجوين أو الفيت بتاعت البنجوين. هنا طبعا اللون البلو ده يعني كولد بلاد، واللون الريد ده يعني وورم بلاد، وده شكل البلاد فيزلز. بيقول لي هنا الفرق ما بين الاتنين. لو كانت شكل البلاد فيزلز واخده الشكل ده في البينجوين كان الاستراكشر بتاعها كده، كان ويل فريز، كان هيتجمد. لكن ربنا خلقه بالاستراكشر ده الويف اراوند ده. يقول لي هنا بلاد فيزلز برينج كولد بلاد. هنقول هنا ان الكولد بلاد اب، الكولد بلاد يطلع لفوق، ويقابله الورم بلاد. الإجابة بتاعتي ورم بلاد داون، ينزل لتحت، وهعمل ارو لتحت سهم لتحت، يبقى الكولد بلاد اعمل ارو لفوق كده. ممكن اكتب كده بالظبط. والورم بلاد داون ينزل لتحت. ممكن اشيل كلمة داون واعمل الارو، واشيل كلمة اب واعمل الارو لفوق. وبعد كده اهم جملة عندي ان البلاد فيزلز ويف اراوند each other، بيلفوا حوالين بعض. علشان كده الورم بلاد فيزلز heat up the cold blood. نتيجة ان هما بيتقابلوا مع بعض في الويف اراوند الشكل ده كده كده. هنغير اللون.
بيتقابلوا مع بعض في شكل ويف راوند، بيلفوا حوالين بعض. في النقطة اللي بيتقابلوا فيها دي بيحصل ايه؟ هيت اب. هيت اب يعني الدم نفسه البارد الكولد اللي طالع من تحت ده اب لفوق، بيقابل الدم الورم بلاد، فبيحصل له هيت اب، بيسخنه بيدفيه. بعد ما بيدفيه، بناء على اللي بيحصل ده الهيت ترانسفيرز، الحرارة بتتنقل من للبنجوينز فيت خلاص. وبالتالي هو لما يطلع هنا ويحصل هنا الهيت اب للكولد بلاد، لما يسخن الكولد بلاد او يدفى، خلاص هو وهو طالع فوق كده الجسم البنجوين اللي فوق ده اكيد مش هيبقى بارد. هو لو بارد كده جسم البنجوين فوق هيبقى متلج، فبالتالي هيسقع وهيبقى بردان. لكن حركة الويف اراوند او حركة الويف اراوند دي شبه ايه بالظبط؟ امثلها لك بايه بالظبط؟ زي بالظبط لو انت جاي coming from outside، لو انت جاي من بره. his hands are freezing، الايد بتاعتك بتكون سقعانة. وماما اللي هي موجودة inside the house جوه البيت his hands is warm، her hands is warm، ايديها بتكون دافيانة. she wraps a weave around her warm's hand، بتجيب ايديها بقى اللي هي الدافية دي وتقول لك هات ايدك كده وتحط ايدك كده جوه وتدفيك ايديها بره وايدك انت جوه. يبقى الكولد كأن انت مثلا الكولد بلاد، وكأن ماما دي الورم بلاد. اول لما تيجي تحوط ايدك كده وتعمل لها ويف اراوند وتلف حوالين ايدك كده، الحرارة بتتنقل من ماما ليك، وبالتالي انت بتحس بالايه؟ تشعر بالحرارة على طول. بناء على ده this is like what happened in the penguin legs، ده بالظبط اللي بيحصل في البنجوين legs. penguins legs the warm blood from the body، الحرارة بتتنقل من الورم بلاد للكولد بلاد نتيجة الويف اراوند، نتيجة التفافهم حوالين بعض زي ما انت شايف هنا كده. الالتفاف ده او الويف اراوند ده ساعد ان الحرارة تتنقل من الكولد من الورم بلاد للكولد بلاد. طيب الورم بلاد ده ورم بلاد ليه اصلا؟ علشان هو نازل من فوق، هو نازل من فوق من جسم الايه؟ البنجوين. طيب وجسم البنجوين ده مغطى بالدنس فيزر، وبالتالي هو فوق هنا وورم، فالدم اللي نازل من فوق لتحت داون ده وورم، لكن اللي طالع لفوق ده كولد. الحتة دي مهمة جدا. اب لفوق ده كولد علشان هو جاي منين؟ جاي من الفيد بتاعت البنجوين اللي ملامسة اصلا للايس، وبالتالي هو كولد. في منطقة الويفا راوند تتنقل الحرارة من الورم للكولد، وبالتالي هو يشعر بالايه؟ بالدفء. كيب وور. تمام كده. ننقل بعد كده. يبقى دي اهم اجابة نقولها. بيرجع يعيد لي السؤال تاني هنا كده ونفس الاجابة. الاسئلة دي هسيبها لكم هومور. adaptation for survival، وده قلنا من الاهداف الجول بتاعت الادابتيشن ان هو يعمل survival اصلا، يبقى على قيد الحياة. من طرق الادابتيشن الواي اللي بيعمل بيها هنا الانيمال بيستخدم طريقة معينة يعمل بيها ادابتيشن اسمها كيموفلاج. كيموفلاج ده way of adaptation that some animals use to hide. الانيمال بس اللي بيستخدمها. طب هو بيستخدمها ليه؟ to hide from their predator، عشان يحاول يعمل هايد. يبقى هدف الكاموفلاج ان هو يعمل هايد اند بليندنج. لازم عشان نقول ان ده الديفينيشن بتاع الكاموفلاج ان هو way of adaptation، وفي كلمة هايد وفي كلمة بليندنج. hide from their predators. ايه هي البريديتورز؟ البريديتورز دي is animal زي ما انت شايف كده اللي هو البولار بير. ده بريديتور علشان هو animal that hunt and eats another animal، ده حيوان بيصطاد وبياكل حيوان تاني، عشان كده هو اسمه بريديتور. امال مين البراي؟ البراي دي animal that's hunted، اصلا تم اصطيادها خلاص and eaten واتاكلت by another animal اللي هي دي.
يبقى انا دلوقتي دي طريقة من طرق الادابتيشن بيستخدمها الانيمالز علشان يعمل هايد، يتخفي او يستخبى. اند بليندنج بيستخبى من مين؟ من البريديتور، او البري هي اللي بتستخبى من البريديتور، او البريديتور يستخبى من البري علشان يقدر يفترسها وياكلها. in with the surrounding environment. طب ده ازاي؟ عن طريق ان هو لونه، لون الفير نفسه بتاعه مثلا زي البولر بير ده بيكون لونه نفس لون الانفايرمنت. طيب يعني ايه blending؟ لو انا بعمل لها equal هقول animal look like the place around it. الحيوان بياخد شبه بالظبط المكان اللي هو عايش فيه او حواليه. it's hard to see. ولذلك صعب ان انت تشوفه لان هو لونه لون المكان اللي حواليه بالظبط او لون الانفايرمنت. بيديني هنا فور اكزامبلز على اللي بيعمل كاموفلاج، زي البولر بير وزي البراون بير اند بلاك بير. بولر بير الهابيتات بتاعته اركتيك ريجن، ودي برضو منطقة بولر ريجن، منطقة بولر كلايمت عندها مناخها فيري فيري كولد. هنتكلم عن البولر بير يبقى هنركز في شكله الخارجي ان هو عنده وايت اند ثيك فير. وايت اند ثيك فير، لونه ابيض والفرو بتاعه تقيل جدا. طب ليه لونه ابيض وايت فير؟ ليه اتخلق لونه وايت فير؟ طالما اتكلمت على لون يبقى اكيد هتكلم على الكاموفلاج. كاموفلاج او الهايد او blending، يبقى to hide and blend. اتكلمت على لون اقول to hide and blend اساسي. يبقى ده بيساعده help it blend in the snow in with blend in with the snow، ان هو يبقى لونه لون السنو. ممكن اختصر الاجابة هنا واقول to hide and blend with the environment and sneak up on its prey. ويحاول ان هو sneak up on يعني ان هو يمشي بالراحة كده ويتسلل ويمشي بالراحة كده عشان يقدر يمسك الفريسة من غير ما هي تشوف. كمان عنده thick fur، وده بيساعده على طالما فرو تقيل، تقيل thick، يبقى ده هيساعده keep warm stay warm. تمام كده. طيب نشوف البلاك اند براون بير. الهابيتات بتاعتهم فورستس، والفورستس هنا ايكو سيستم وهابيتات. تمام، طالما بتكلم على البولر بير بيعيش فين في الفورستس، الهابيتات بتاعت البولر بير فورستس. طب لو بتكلم على ادابتيشن فانا اكيد هركز الاول في الشكل بتاعه الخارجي والبيئة بتاعته. شكله الخارجي عنده هاف دارك فير، دارك فير. وطالما اتكلمت على دارك يعني لون، يبقى to hide and blend. to hide and blend. to hide and blend. تمام كده، عشان يقدر يعمل كاموفلاج، تخفي from predator، ويقدر يصطاد when they hunt لما بيحب يصطاد. هو بيعمل hide among the tree، بيستخبى خلف الأشجار أو بين الأشجار كده. هنتكلم بعد كده على الكاريكل and فينيك فوكس. كاريكل and فينيك فوكس الهابيتات بتاعتهم ديزرت. طالما عرفت الهابيتات بتاعتهم ديزرت يعني أكيد الفر بتاعهم لون الديزرت. have sandy colored fur. have sandy جاي من sandy يعني اللي هو الرمال، او ممكن اقول عليه tan colored fur، لونه براوني شوية او لون الساند شوية. برضو طالما اتكلمت على لون to hide and blend. to hide and blend with the blend in the with desert landscape. الديزرت ليزرد، some desert lizard انا خدت قبل كده الاجما ليزرد عشان افرق ما بينهم. ده الفرق ما بين الاجما ليزرد والايه والديزرت الليزرد اللي هي بتكون اصلا لونها كالرفول. كالرفول يعني فيها الوان كتير، وهنشوفها هنا بشكل اوضح. دي الاجما، مش هتلاقي غير الالوان دي بس اللي موجوده فيها، زي ما قلنا البيربل والريد والبلو. لكن دي فيها الوان كتير جدا، وهتحس ان هي فيها زي نقط كده، سبوتس كده او بقع كده موجودة فيها ملونة بألوان كتيرة جدا. ولو خدناها بشكل توضيحي اكبر شوية او مقطعي شوية، بص تلاقي هنا كده مثلا لون اورنج، يلو، الارضية نفسها لونها جرين، هتلاقي الوان كتير جدا ومختلفة.
الفرق كمان ممكن دي تحسها ان هي سترونج شوية او قوية شوية عن دي. الشكل السكيلز نفسها كمان مختلف، السكيلز هنا بتكون كبيرة شوية لكن هنا بتكون سمول. أغلبية الديزرت ليزرد بتكون كالرفول. تمام كده. انما هنا في الاجمه اتفقنا ان هي الميل بس الذكر منها اللي ممكن ياخد شكل الملون وقت مثلا ما هو وقت التزاوج نفسه. عرفنا المكان اللي هي بتعيش فيه في الديزرت، وهي كمان عندها colorful سكيلز. السكيلز يعني الحراشيف بتاعتها اللي زي القشر اللي موجود على السمكة. ممكن نشوفه او نخلي ماما تشوفه وتوريهولنا. وده بيخليها، طالما اتكلمنا على colorful سكيلز، colorful انا كده بتكلم على الوان، يبقى to hide and blend. to hide and blend in ذا ديزرت، في الصحراء. خلينا نشوف كمان أشكال مختلفة للكاموفلاج. عندي ده شكل. ده كمان دي انسكت أصلا واخدة شكل البرانش بتاعت التري. ده كمان شكل ليها. شايفين؟ كل دول عاملين كاموفلاج hide and blend with surrounding environment، عاملين تخفي مع البيئة المحيطة حواليهم اللي عايشين فيها. ياخدوا تقريبا نفس اللون علشان يقدروا البريديتورز ما تشوفهمش، او هم نفسهم عاملين تخفي عشان يقدروا ايه هانت براي، يصطادوا البراي. كده خلصنا ليسون 1، وان شاء الله نتقابل بعد كده نحل الأسئلة، ونتقابل بعد كده في ليسون 2.